فني. اتفضل يا فندم. في الملعب يعني انا اختلف مع المهندس هاني ابو ريده. هو طبعا بيتكلم على الوضع السياحي وعلى شكل مصر، وان استاد القاهره طبعا صوره مبهجه. نعم. لكن انا اقول لك بقى من رايي الفني، ومش عارف اداره النادي الاهلي خدت راي محمد يوسف ولا لا، ودي نقطه مهمه جدا. الاهلي عايز ملعب صغير، احسن لنا ملعب المقاولين عشان اصغر. احنا مش احسن لنا استاد القاهره. ده فريق الترجي لما لعب اورلاندو في المنزه في الاستاد الكبير الواسع ده، هم عايزين مساحات. انا النهارده انت راجل طبعا لعيب كوره وعارف ملعب المقاولين مش طويل، هو ممكن يكون عريض انما مش طويل. كنز بلغه الكوره اقدر اسيطر فيه على فريق اورلاندو، لان هيبقى فيه ضغط، حتى لو هاجمهم انا هاجمهم كده كده، لكن هيبقى فيه ضغط جماهيري، هيبقى فيه ضغط على الحكم، هيبقى فيه فاولات. لكن انا طول ما الملعب مش واسع، ده استاد القاهره يبقى ربنا يستر. يعني انا بشوف الفرقه اللي انا بلاعبها دي امكانياتها ايه. الناس دي الديفنس خط ضعيف، نص الملعب الديفندرين عاديين، كل القوه في الراجل الراس حربه والثلاثه اللي تحته. نعم. دول لو انا سبت لهم مساحات هيبقوا في مشكله كبيره، وكل هدف بيحرزوه في مرمايه في بلدي ده بهدفين. فالنهارده انا بالعكس انا احسن لي ان انا العب في المقاولين. فهل اداره النادي الاهلي ممثله في لجنه الكوره احسن من الناحيه الفنيه؟ من الناحيه الفنيه. نعم. وده الاهم. بس الناس وده الاهم. انا اكسب البطوله ان شاء الله بلعب فين، وبعد كده ما هم لما هكسب البطوله هسوق لمصر السياحيه. عارف يا كابتن مره الاسماعيلي بيلعب الترجي، الاسماعيلي كان كسب الترجي هنا 3-1 هنا في الدور قبل النهائي في البطوله الافريقيه. تمام. خلاص. المباراه الثانيه رحنا لعبنا الترجي في تونس. عارف عملوا ايه؟ عشان كنت انا وسيد انا وسيد معوض، انا بلعب باك رايت وسيد، واحنا اللي عملنا الثلاث اجوان وجبنا جون. عملوا ايه يا كابتن؟ الملعب كان واسع جدا من عريض. قاموا مدخلين شايفين بقى احنا عملوا ايه؟ دخلوا الخط التماس، خطوط صح 5 ياردة جوه ولا 6 قفلوا الملعب عليكم. قفلوا الملعب علينا. ده كلام فني محترم. تخيل. ما علشان كده يعني عشان وصلوه لادنى مستوى ليه. عشان كده انا يعني الله اعلم، بس انا لو ما خدوش راي الكابتن محمد يوسف الفني فانا بعيب هنا على اداره النادي انها تاخد قرار على طول ورفض رسمي. نعم. بدون ما ترجع للناحيه الفنيه. انا النهارده الفريق ده انا اقدر اخترقه ازاي؟ ده النهارده وهو بيلعب الترجي الراجل راحوا ب3-1 اللي هو خدها وعايز يرقص دي. سامح الدربالي وجهه كويس قوي. انت راجل باك رايت بقى، واداله مساحه لبره، وبعد كده اتزحلق خد الكوره. لكن انا النهارده مش عايز مساحات لفريق اورلاندو، فناخد راي الجهاز الفني، لانه وارد ان الجهاز الفني يكون ليه رؤيه مختلفه.